مرحبا بك في رياضياتك علينا، القناة التعليمية المتخصصة في شرح وتبسيط الرياضيات لجميع الطلاب مع أستاذ محمد جمال. اشترك وفعل جرس التنبيه، وابدأ معنا رحلتك للنجاح في الرياضيات، لأن رياضياتك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني، أهلا ومرحبا بكم في المراجعة النهائية لمادة الرياضيات. سنتناول في هذا الفيديو أهم النقاط والقوانين التي تساعدكم على الاستعداد جيدا للامتحان. بسم الله نبدأ. النموذج الأول: اكتب أبسط صورة للنسبة 15 إلى 30. علشان أجيب أبسط صورة للنسبة 15 إلى 30، أول شيء أنظر لل 15 وال 30 أشوفهم بيقبلوا القسمة على كم. 15 وال 30 بيقبلوا القسمة على 5 وبيقبلوا القسمة على 15. بختار العامل المشترك الأعلى. 15 تقسيم 15 إلى 30 تقسيم 15 بالقسم على 15. 15 تقسيم 15 فيها الواحد، و30 تقسيم 15 فيها الاثنين، يبقى إذن الناتج 1/2. السؤال الثاني: فيما يلي أوزان 14 متسابق في سباق للركض لأقرب كيلو جرام. الأوزان هي 51 56 54 52 58 53 55، وعندي جميع الأوزان، عندي 14 طالب. أكمل الجدول التكراري الآتي. طبعا هو مسوي الصف الأول: كاف أكبر من 50 وأقل من أو يساوي 53. طبعا 50 ما معي لأنه قال أكبر من فقط، فأنا معي 51 و52 و53، نسويهم 5 طلاب يبقى التكرار ب5. بكمل الجدول: كاف أكبر من 53 وأقل من أو يساوي 56، يبقى إذن الأوزان 54 و55 و56. هنبدأ ندور على هذه الأوزان. 54 هذا عندي 1، وعندي 56 2، و55 3 طلاب، يبقى إذن هسوي 3 علامات، يبقى إذن التكرار بيساوي 3. الصف الثالث: كاف أكبر من 56 وأقل من أو يساوي 59، يبقى إذن عندي 57 58 و59. هبحث في الصف الأول. نبحث في الصف الأول. أول وزن بيقابلني في الصف الأول 58، بعده 59 في الصف الثاني 58 58 57 57. هعد الطلاب ألاقي 1 2 3 4 5 6، هسوي 6 1 2 3 4، والخامس حزمة، و6 بعمل شرطة واحدة. هجمع الطلاب ألاقيهم 14 طالب. طيب السؤال: عايز عدد المتسابقين الذين تزيد كتلتهم تزيد كتلتهم عن 57 غرام. هنا بنقع في مشكلة. بعض الطلاب بيقول لك 57 وهو يقصد الصف الأخير، فأنا بختار 6، يعني متخيل إن 57 يبقى إذن بيختار 6، وهنا في خطأ. ال6 كانت حال جميع الطلاب اللي هم أوزانهم 57 58 و59، يعني أنا كان عندي بعض الطلاب أوزانهم 57، فأنا ما محتاج 57، أنا عايز اللي أكبر من 57، يبقى إذا أنا مركز على 58 و59. فهنا أنت ما تجيبها من الجدول، ولكن ابحث عنها في الأعداد
في الأوزان اللي هي بتقع في الأعلى. تعالوا نشوف الصف الأول. هل في الصف الأول موجود 58؟ نعم، أدي واحد. والصف الثاني 59 بتزيد عن 57، 58 بتزيد، و58 بتزيد. لكن ما ينفع اختار 57 لأنه قال أكبر من 57. يبقى إذن عندي 4 طلاب. يبقى إذن لما تيجي تجاوب السؤال ما تركز على الجدول وحاول تجيب الأوزان من الأعلى. الطلاب اللي بتزيد أوزانهم عن 57 هما 4 طلاب فقط وليس 6 طلاب. يبقى إذن الناتج بيساوي 4. خرج راشد راكبا سيارته من المنزل متجها إلى مزرعته دون توقف. حوط الشكل البياني الصحيح الذي يوضح مسار راشد في الطريق. طبعا لما يقول دون توقف ده معناه إن الخط بيسير دون أي توقف أو دون خط مستقيم أفقي. يبقى لو لقيت خط مستقيم أفقي يبقى في توقف. يعني مثلا لو بصينا هنا على الشكل ده هلاقي هنا في خط مستقيم أفقي، يبقى هنا في توقف. الشكل الأول في توقف، الشكل الأخير في توقف مرتين. يبقى إذن هستبعد كل من الأشكال الأول والثالث والأخير. يبقى إذن بختار الشكل الثاني. السؤال الرابع، حدد بالعلامة صح المربع الصحيح بجانب كل عبارة. السؤال الأول، اوجد الوسط الحسابي للقيم، أو هو بيقول الوسط الحسابي للقيم 7 و3 و5 و4 و9 و2 هو 4. تعالوا نشوف. عشان أجيب الوسط بجمعهم، أقول 7 زائد 3 زائد 5 زائد 4 زائد 9 زائد 2، أجمعهم وأقسم على عددهم. يوازن المجموع، اجمع 7 و3 و5 و4 و9 تلاقي المجموع 30. اقسمه مع 6 بيساوي 5. والمفروض الوسط الحسابي بيساوي 5 وليس 4. يبقى 4 دي إجابة خاطئة، فهنا بعلم صح عند الخطأ اللي هو ليس صواب. تاني شيء عايز المنوال. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا. طيب تعالوا نشوف كده مين هنا اتكرر. 5 كررت 3 مرات، يبقى إذن منوال ب5 ده إجابة صحيحة. لكن الثلاثة كررت مرتين ما تنفع، يبقى إذن الإجابة بتاعتي هنا 5 إجابة صحيحة. المدى اللي هو بيساوي أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. مين أكبر قيمة في الأعداد؟ هلاقي ال 12 أكبر قيمة. ومين أقل قيمة؟ 6. يبقى أقول 12 ناقص 6 بتساوي 6. إذن إجابته صحيحة، يبقى الناتج بيساوي 6. السؤال الخامس، يمثل الرسم البياني الخطي عدد الساعات التي قضاها سامي في استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال أسبوع واحد. اكتب الأيام التي قضى فيها سامي ساعات أكثر في استخدام منصات التواصل الاجتماعي. طيب تعالوا نشوف يوم السبت. يوم السبت سامي قضى 4 ساعات على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن يوم الأحد 2 ساعات فقط، يوم الثلاثاء 3 ساعات. فبطلع أكبر عمودين أو أكبر نقطتين أو أعلى نقطتين، إذن يوم الخميس ويوم السبت. السؤال السادس، حل المعادلة الآتية. 4 ضرب صاد ناقص 3 بيساوي 2 صاد. وضح الخطوات. طبعا احنا عارفين علشان أحل المعادلة لازم أتخلص من الأقواس، فهبدأ بالتوزيع. هضرب 4 ضرب صاد ب4 صاد ناقص 4 ضرب 3 ب12 بيساوي 2 صاد. علشان أحل المعادلة لازم أجمع الصاد في الطرف أو في الطرف الأيمن والأعداد في الطرف الأيسر. يبقى إذن 4 صاد، هحول 2 صاد الطرف الآخر، إشارتها بتتغير. أي عدد
بيتنقل الطرف الآخر إشارته تتغير، لو موجب بتغير سالب والعكس. يبقى 4 صاد ناقص 2 صاد بيساوي 12 بالسالب بنقولها الناحية التانية بتتحول إلى موجب، يبقى بيساوي موجب 12. 4 صاد ناقص 2 صاد بيساوي 2 صاد، يبقى إذا 2 صاد بيساوي 12 بالتقسيم على 2 تقسيم على 2، يبقى إذا صاد بيساوي 12 تقسيم 2 بيساوي 6، يبقى إذا الناتج بيساوي 6. السؤال السابع يوضح الشكل المجاور مسار سعد من بيته وصولا إلى المطعم. اوجد إحداث نقطة المنتصف للمسار الذي قطعه سعد. نقطة المنتصف، علشان أحدد نقطة المنتصف لازم أكون عارف قانون نقطة المنتصف اللي هو س1 زائد س2 على 2 وص1 زائد ص2 تقسيم 2. كيف بحدد السينات؟ بسمي أي زوج من أزواج المرتبة ده س1 ص1، يبقى الزوج الثاني س2 وص2. بعوض أشيل س1 وأحط 4، يبقى إذن 4 زائد س2 بسالب 5 على 2 وص1 ب1 زائد ص2 ب2 على 2. 4 ناقص 5 سالب 1 على 2 و1 زائد 2 بيساوي 3 على 2. يبقى إذن نقطة المنتصف سالب نص، ممكن أكتبها عدد عشري عادي سالب نص، و3 تقسيم 2 بيساوي 1 ونصف. تشارك كلا من فهد وراشد وهيثم في شراء محلا تجاريا قيمته 2500 ريال، تقاسموا بنسبة 3:4 في شرائه. احسب قيمة المبلغ الذي ساهم به فهد في الشراء. وضح الخطوات. أول شيء بسويه بجمع النسبة 3 زائد 3 زائد 4 هيكون الناتج ب10. بعدين هجيب حاجة اسمها قيمة الجزء الواحد. قيمة الجزء الواحد بيساوي المبلغ اللي هو 2500 ريال تقسيم 10، يبقى إذن بيساوي 250 ريال. طيب هو عايز يحسب المبلغ الذي ساهم به فهد، يبقى إذن فهد كان بيساهم ب3، النسبة حال فهد بيساوي 3، يبقى إذن 3 ضرب 250 بيكون الناتج 750 ريال. السؤال التاسع معادلة مستقيما ما هي 3 س ناقص ص ناقص 6 بيساوي 0. اوجد ما يلي. المعادلة في صورة ص بتساوي م س زائد ج، يبقى أنا محتاج ص، ممكن أنقل ص الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى إذن 3 س ناقص 6 بيساوي ص. هكتب ص الأول، يبقى ص بتساوي 3 س ناقص 6. السؤال الثاني الرسم البياني للمستقيم، عايز يجيب الرسم البياني للخط المستقيم. أول شيء بسويه برسم محور السينات وارسم محور الصادات، وليكن ده مثلا محور س
ومحور صاد بالشكل الثاني. طبعا برقم الشبكة 1 2 3 4، وهنا -1 -2 وهكذا. طبعا بيقول إن الخط بيقطع الجزء المقطوع من محور الصادات هو -6. يبقى أنا عرفت إن عندي نقطة بتقطع محور الصادات عندي -6، يبقى أجي عندي -6 وأحدد النقطة الأولى. محتاج نقطة تانية، ممكن أعوض عن السين بأي عدد، وليكن مثلا أعوض عن السين ب2، يبقى صاد بيساوي 3 ضرب 2 ناقص 6، يبقى صاد بتساوي 6 ناقص 6 بيساوي 0. يبقى إذن عندما كانت س ب2 فالصاد بتساوي 0، يبقى إذن النقطة دي هي النقطة الثانية. بعدين بوصل النقطتين، هبدأ أوصل الخط المستقيم، وبكده أكون رسمت المعادلة المعطاة. السؤال العاشر: حوط مجموعة الحل التي تصف المتباينة س أكبر من أو يساوي -1. طبعا المتباينة عندي أكبر من -1، ببدأ أشوف الأعداد مين من الأسهم دي أكبر من -1. طبعا دي أقل فما تنفع، ودي أقل فما تنفع، عندي الأولى وعندي الثانية. هو قال أكبر من أو يساوي، عندما يقول أكبر من أو يساوي إذن أنا محتاج أخد فترة مغلقة. طبعا دي الفترة المغلقة بتكون دايرة مظللة، يبقى إذن الناتج بتاعي هو الحل الرابع. السؤال 11: جمعت بيانات أطوال بعض طلبة الصف الثامن، فكانت القياسات لأقرب سنتيمتر كالتالي: 131 140 125 وهكذا. حوط قيمة الوسيط. عشان أعرف الوسيط لازم أرتب الأرقام تصاعديا أو تنازليا، فهبدأ أشوف أصغر رقم. عندي كم عدد؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 ده عدد فردي، بزيد عليه 1 وأقسمه على 2، يبقى إذن 8 تقسيم 2 فيها الأربع، يبقى ترتيبه الرابع 1 2 3 4، يبقى إذن الوسيط 131. السؤال 12: السؤال: أكمل الفراغات في الجدول من خلال إدراك قياسات الزوايا لكل مضلع من المضلعات المنتظمة. دي طبعا مضلعات منتظمة، ده مضلع رباعي. معروف إن مجموع الزوايا الداخلية 360 درجة لو الشكل رباعي. وعندي قانون بيقول ن ناقص 2 ضرب 180 يديني مجموع الزوايا. ن اللي هو عدد الأضلاع، ف4 ناقص 2 ضرب 180 هيساوي 360 درجة. يبقى إذن الشكل الرباعي مجموع زواياه 360 درجة. عايز أعرف قياس كل زاوية، هقسم بالقسمة على 4، يبقى إذن 360 تقسيم 4 بيساوي 90 درجة. ده لو أنا عايز أعرف الزاوية الداخلية. طيب كيف بعرف الزاوية الخارجية؟ بمد أي ضلع من أضلاعه، ومعروف إن ده خط مستقيم ب180، 90 زائد 90 180، يبقى إذن دي الزاوية الخارجية. طيب الشكل الآخر شكل ثماني، لو عديت أضلاعه هلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 8. لو أنا ما حافظ مجموع زوايا الشكل الثماني ممكن أستخدم نفس القاعدة أو القانون. وإذن الزاوية الداخلية 135، طبعا دي زاوية معطاة. لو أنا عايز أجيب الزاوية الخارجية هكملها ل
180 درجة، هطرح من 180 هيديني 45. طبعا هو مسوي الزاوية، لكن حبيت أشرح القانون. لو أنت ما عارف تجيب الزوايا أو عطى الزاوية دي مجهولة والزاوية الأخرى مجهولة وما كان عندك الزاويتين، تقدر باستخدام القانون تقدر تعرف مجموع الزوايا وفي الآخر تحصل منهم قياس كل زاوية. السؤال 13. يمارس كل من مهند وأحمد رياضة المشي، يوضح الرسم بياني الزمن والمسافة لكل منهما، اوجد الوقت الذي التقى به مهند بحر. وقت الالتقاء يا شباب بيكون نقطة التقاطع، يعني لو أنا عندي مستقيمين، المستقيمين دول تقاطعوا في نقطة، هي النقطة دي نقطة الالتقاء. طبعا الزمن على المحور الأفقي، يبقى ده خاص بالزمن، هما بدأوا السباق الساعة 17. المسافة على المحور الرأسي، طبعا المسافة هنا بالكيلومتر. احسب الوقت الذي التقى فيه، الوقت هم التقوا عند الساعة كم؟ 18، التقوا بعد ساعة واحدة، يبقى الزمن كان 18، أو ممكن أقول الزمن كان الساعة 6. طيب المسافة التي قطعها مهند في أول ساعتين، طبعا دي الساعة الأولى وهذه الساعة الثانية. هشوف هطلع بخط مستقيم، هو عايز حال مهند، يبقى أول ما ألمس مستقيم الخاص بمهند أبدأ أرسم خط مستقيم آخر أفقي وأشوف المسافة كانت 4 كيلو متر. السؤال 14. احسب ميل المستقيم الموضح في الرسم البياني. عشان أعرف ميل أي خط مستقيم بحدد نقطتين على الخط، ممكن أحدد النقطة الأولى، طبعا النقطة هنا 5 و4، وأي نقطة أخرى يعني مثلا ممكن أحدد النقطة هذه 2 و2، 2 و2. عشان بجيب الميل عندي قانون الميل بيساوي فرق الصادات اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 على فرق السينات س 2 ناقص س 1. ممكن أفرض دي س 1 صاد 1 وهذه س 2 صاد 2، نطرح الصادات، صاد 2 4 ناقص صاد 1 ب2 وس 2 ب5 ناقص س 1 ب2، 4 ناقص 2 2 و5 ناقص 2 3، يبقى إذا الناتج أو الميل 2 على 3. السؤال 15 خاص بنظرية فيثاغورس، يوجد طول الضلع ج في المثلث قائم الزاوية. أي مثلث قائم الزاوية يبقى إذا بيتكلم عن نظرية فيثاغورس. دول اسمهم ضلعي القائمة، وأطول ضلع بسميه الوتر. لو هو عايز الوتر بربع واجمع، عطيني الوتر وعايز ضلع من أضلاع القائمة هربع وأطرح، يبقى إذا ج بيساوي، هكتب جذر كل مرة لازم تساوي الجذر، وأربع الضلعين ألف وباء وأطرح، اللي هو ألف تربيع ناقص باء تربيع. ألف تربيع 13 تربيع اللي هي 169 ناقص 5 تربيع اللي هي 25، يبقى إذن جذر 144، يبقى جذر 144 12 سنتيمتر. السؤال 16. حل المعادلات الآنية التالية: س زائد 8 ص بيساوي 10 و س زائد 4 ص بيساوي 6. عندي طريقتين، طريقة الحذف طريقة التعويض. هنحل بطريقة الحذف. أكتب المعادلة الأولى س زائد 8 ص بيساوي 10. المعادلة الثانية س زائد 4 ص بتساوي 6، وببدأ أحذف. لما تيجي تحذف ممكن أغير إشارات الثانية، الموجب أخليه سالب
الموجب بخليه سالب، الموجب بخليه سالب. يبقى إذا س ناقص س بيساوي صفر، وثمانية ناقص 4 بيساوي 4 صاد. يبقى إذا 8 صاد ناقص 4 صاد بيساوي 4 صاد، و10 ناقص 6 بتساوي 4. بعدين بقسم على 4 عشان أعرف قيمة الصاد. 4 تقسيم 4 1، و4 تقسيم 4 بيساوي 1. يبقى إذا صاد بيساوي 1. طبعا لما تيجي تحل معادلات أنية لازم تجيب السين والصاد. كده أنا جبت الصاد باقي السين، بعوض في أي معادلة، وليكن المعادلة الثانية هتشيل الصاد وتحط 1. يبقى إذا س زائد 4 صاد يعني 4 ضرب 1 بيساوي 6. إذا س زائد 4 ضرب 1 بيساوي 4. يبقى إذا س زائد 4 بيساوي 6. هنقول الأربعة بإشارة مختلفة، يبقى س بيساوي 6 ناقص 4 بيساوي 2. يبقى إذا مجموعة الحل 2 و1. س بيساوي 2 والصاد بيساوي 1. أجرى الطبيب هلال دراسة استقصائية عن وقت انتظار مرضى داخل عيادة الأسنان. يوضح الجدول المقابل نتائج دراسته الاستقصائية. أكمل الجدول الآتي لترسم المضلع التكراري لهذه البيانات. لاحظ إن هنا عطيني نقطة المنتصف. كيف بجيب نقطة المنتصف؟ بجمع أول عدد في المتباينة دي وثاني عدد، وأجيب وأقسمهم على 2. يعني أقول 0 زائد 10 على 2 اللي بيساوي 10 تقسيم 2 فيها 5. أو أعرف العدد اللي يقع في المنتصف بين 10 والصفر، إذا 5. طيب ومين العدد الذي يقع في المنتصف بين 10 و20؟ إذا 15. وكل مرة هو هنا بيزيد 10، هنا أيضا أزيد 10، يبقى 25. كده أنا كملت الجدول. باقي الرسم بحدد النقاط على الشبكة. نقطة المنتصف بين الصفر والعشرة هي 5، يبقى هنا في 5. يبقى أول نقطة عندي كانت ب5 والتكرار حالها كان ب25. يبقى إذا النقطة الأولى عند 5 و25. النقطة الثانية 15 تقع بين 10 و20. التكرار كان بيساوي 10، بسوي نقطة عند 10. النقطة الثالثة 25 بتقع بين 20 و30 في المنتصف، وكان تكرار حلها ب20. خلاص كده ببدأ أوصل نقاط بهذا الشكل. وإذا كده أنا رسمت المضلع التكراري. السؤال 18. تقوم ليلى بصنع توزيعات علب هدايا، حيث تتقاضى 30 ريالا مقابل صنع 100 علبة. احسب المبلغ الذي تتقاضاه مقابل صنع 250 علبة. علشان أحل هذا المثال لازم أكتب نسبة بين عدد الريالات والعلب. بتتقاضى 30 ريال مقابل 100 علبة. لو في شيء تبسيط ببسط، طبعا 30 وال100 بتقبل القسم على 10، إذا 0 هيروح مع الصفر. يبقى إذا النسبة 3/10. بعد ما بعرف النسبة بين الريالات وعدد العلب، هبدأ. هو عايز يسوي عدد العلب 250 علبة، فعايز أخلي 250، فهضرب في 25. 25 ضرب 10 ب250. زي ما بسوي في الطرف الأيسر بسوي في الطرف الأيمن، أو في النسبة الأولى هضرب 3 ضرب 25 يديني 75 ريال. يبقى إذا قيمة 250 علبة 75 ريال.
السؤال 19. يبيع أحد المحلات حليب طازج بحجمين مختلفين كما بالصورة المجاورة. حدد أي الحجمين أفضل للشراء مقابل النقود. طيب تعالوا نشوف العرض الأول. 2 لتر سعرهم ريال ونصف، فعلشان أحسب حجم ال2 لتر فهقسم الريال ونصف تقسيم 2 لتر، هيكون الناتج 75 ريال لكل لتر. طبعا أنا هنا قسمت ريال على لتر، فإذا هيديني 75 اللي هو 750 بيسة لكل لتر. ده العرض الأول. العرض الثاني هقسم ريال و800 بيسة على تقسيم 2 لتر ونصف، بيكون الناتج 72 من 100 يعني 720 بيسة، اللي هو 72 من 100 ريال لكل لتر. هبدأ أشوف أي العرضين أفضل. هنا 750 والعرض الثاني 720، إذا ده أقل، يبقى إذا العرض الثاني هو الأفضل. أقول له 2.5 لتر هو العرض الأفضل. السؤال 20. السؤال 20 فيما يلي مجموعة بطاقات لمعادلات خطية. تعالوا نشوف البطاقة الأولى. في البطاقة الأولى ص بتساوي 2 س زائد 1. البطاقة الثانية ص بتساوي 10 س. البطاقة الثالثة ص بتساوي 2 س ناقص 3. صنف البطاقات بما يناسبها في الجدول الآتي. مستقيمين متوازيين. كيف بعرف التوازي؟ لو الأميال متساوية، يعني ميل الأول بيساوي ميل الثاني. طيب فين ميل الأول هنا؟ فين الميل؟ الميل ب2، وهنا الميل ب10، وهنا الميل ب2. يبقى إذن الأميال متساوية، البطاقة الأولى والبطاقة الثالثة. يبقى إذن المعادلة ص بتساوي 2 س زائد 1 وص بتساوي 2 س ناقص 3. يبقى إذن خطوط متوازية عندما تكون الأميال متساوية. طيب مستقيم يمر من خلال نقطة الأصل. طيب كيف بعرف نقطة الأصل؟ لو لقيت الجيم الجزء المقطوع ب0، طبعا هنا الجزء المقطوع ب1 جيم ب1، وهنا جيم ب3، لكن هنا ما في شيء جيم، يعني كأن جيم ب0. يبقى إذن المعادلة الثانية ص بتساوي 10 س.